خلينا متفقين ان الابراج اولا واخيرا حرام، بس ناس كتير قوي حوالينا توقعات ابراجهم بتتحقق. يمكن انت نفسك مرة او اتنين او تلاتة او اكتر شفت كده توقع لبرجك او في حظك اليوم ولقيته اتحقق فعلا. اكيد كل ده مش صدفة. احب اقولك ان هي فعلا مش صدفة، بس هي اصلا ما بتتحققش، هي بتوهمك ان هي اتحققت وانت اللي بتساعدها في ده ب5 طرق. اول طريقة هي تأثير الايحاء. لو البرج بتاعك النهارده قالك ان يومك حلو ومشرق وممتع والحياه حلوه، هتبدا يومك بتفاؤل، فبالتالي هتشوف كل حاجه بعين حلوه، وهتشوف ان كل حاجه بتحصل لك في اليوم حلوه او وحشه خليك. والعكس، لو بيقولك ان النهارده يومك تشاؤم وحزين وان يومك مش احسن حاجه، هتبدا برضو تترجم كل حاجه بتحصل لك ان هي وحشه وانها مقصوده. يعني مثلا انت نزلت من البيت رحت مشوار بعربيتك فعربيتك عطلت، لو انت كان جايلك في حظك اليوم ان يومك سيء للغايه، فانت هتشوف اهو البرج اتحقق وفعلا اليوم مش كويس. لكن لو ده حصل لك وانت كان جاي في البرج بتاعك ان يومك النهارده رائع، فهتشوف ان اكيد العربيه باظت علشان خليك، علشان كان هيحصل حاجه في الطريق او المشوار اللي انت كنت رايحه ما كانش هيمشي مظبوط، وتبدا تخترع لنفسك حجج واعذار تشوف بيها ان فعلا اللي حصل ده كان خير. تاني طريقة التحيز التأكيدي، يعني دماغك بتركز على فكرة معينة جواها وتبدأ تشوف كل حاجة شبه الفكرة دي. يعني مثلا جالك النهاردة في البرج بتاعك ان خبر حلو قوي او هدية حلوة قوي جاية لك النهاردة، في نفس اليوم جالك اوفر زي اللي بيجي لنا دايما، جالك عرض على سوبر ماركت، على محل، على اي ابلكيشن، زي الرسائل اللي بتجي لنا كل يوم وبنطنشها. انت بقى علشان قريت البرج بتاعك دماغك هتبدا تلقط ان جالك عرض او جالك هديه النهارده، ويا سبحان الله هتحس ان العرض ده بالذات جالك على حاجه انت كنت مستنيها ونفسك فيها من كتير. تالت تاثير هو تاثير بارنم، يعني الابراج بتستخدم جمل عامه تنفع مع اي حد، زي ان يجيلك ان انت بتمر بفتره صعبه جدا وهتعدي قريب. مين فينا ما بيمرش بفتره صعبه ونفسه ان هي تعدي قريب؟ رابع حاجة هي الإيحاء الذاتي والتوجه الغير واعي. ببساطة يعني إن أنت لما تصدق برجك قوي هتبدأ تعمل حاجات تخلي الكلام ده يتحقق. يعني جالك برجك النهاردة بيقولك اليوم ممتع، فأنت اتبسطت واتفائلت ونزلت خرجت نفسك، رحت عملت حاجة حلوة، غيرت جو، عملت أي حاجة مختلفة، فاليوم بقى ممتع. أو بيقولك اليوم مناسب للحب، فبدأت تتعامل مع حبيبتك بطريقة كويسة ولطيفة وتبقى لذيذ معاها، فهي بالتالي كرد فعل هتبقى ألذ من العادي، هتبقى ألطف معاك كرد فعل. فكده اللي حصل ان انت اللي حققت التوقع بتاع البرج مش شطارة برج. خامس حاجة إحساس السيطرة وتقليل التوتر. كتير من الناس بيصدقوا الابراج لمجرد ان هي تهدي اعصابهم، لان بتديلها ايحاء او بتديلهم وهم ان هم قادرين يعرفوا المستقبل ويتحكموا فيه، حتى لو التوقعات ما اتحققتش، وده غالبا يعني اللي بيحصل. مش مهم، المهم ان هم مرتاحين لفكره انهم عايشين موهومين انهم عارفين المستقبل، وعادي ما ممكن مره تصيب ومره تخيب. باختصار الابراج لا هي بتتوقع حياتنا ولا بتتحكم في حياتنا، احنا اللي بنساعدها ان هي تتحقق، وبعدين نرجع نصدق ان الابراج كانت هي السبب وهي الصح. كذب المنجمون ولو صدفوا.